أقسم بالله العظيم أن أحترم هذه الغلطة التي جعلتني وزيرا وأن أحسن استغلالها. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله نبقى واضحين ولدينا الكثير من المعلومات التي تهمنا. حابب الحلقة الحقيقة ما تاخدش وقت في المقدمة ونخش في القصة على طول. القعدة اللي احنا قاعدينها دي وأنا أصريت إن أنا أسمع للآخر موضوع الاستهلاك وزيادة الأسعار، عشان عارف إن دي مشكلة ملحة في وجدان كل المصريين. عايزين الحقائق. تمام. احنا فين من هذه الأزمة؟ أكبر بلدين بنستورد منهم قمح روسيا وأوكرانيا، وبعدهم أعتقد رومانيا. احنا فين؟ في البصراوي. دي فين دي؟ ورا مصنع الكراسي. ما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا ليس فقط يؤثر علينا مباشرة، ولكن يؤثر على العالم أجمع. لسبب روسيا من تاني أكبر دولة في إنتاج القمح. حضرتك سألتني وأنا لازم أجاوب بصراحة. الله عليك، احسنت يا ابني والله. صورة استيراد القمح كله كام؟ كله حوالي حلوين. طب احنا مع ده احنا العملية مركبة لأن الغلا غلايين. يا اما عزام يقتلك يا اما تفلت منه وتجيلي، وساعتها انا اللي هقتلك. احنا بنتكلم على قمح، وبنتكلم على سكر، وبنتكلم على زيت، وبنتكلم على رز. سامعك، قول. الزيت احنا بنستورد معظم الزيوت من الخارج. الزيت اتضرب في 2. احنا كبرنا جدا وتوسعنا جدا وحساسية السعر زادت جدا. مش هتبيع بخسارة. ما ينفعش. نعم. عارف ليه؟ ما ينفعش. طبعا لما البترول زاد السكر يمشي مع البترول. اصل اي قلع، الأسعار طالعة مش نازلة. اي قلع معلش، الأسعار طالعة مش نازلة. الحاجة غالية عليك، الحاجة غالية عليك وبتغلى. المهم الصحة بقت في النازل. الله 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 الله. هنقف هنا عشان نطلع فاصل أخير وملف قبل الفاصل أهلا بس. رمضان. قبل الفاصل بس. لا اللحوم. اللحوم الناس. انت النهاردة تقول اللحمة غالية، مش كده؟ غالية. طب غالية ليه؟ طيب اللبن غالي ليه؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. هل ممكن يعني نذبح الفرخه اللي بتبيض لنا البيضه دهب كل يوم عشان ناكل حته لحمه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. غليت شوية اللحمة الفترة اللي فاتت كمان. غليت عشان العلف. تعجبني يا زيرو، حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. واحنا بنستورد قد ما بنستورد حوالي 6 مليون طن قمح، قصادهم 6 مليون طن ذره صفراء. الله يخرب بيت غباوتك. ليه السمك غالي؟ لا ايه؟ لا ايه؟ رخيص؟ حضرتك بتتكلم على اسماك انا ما تكلمنيش حاجة على البلطي، كلمني على الأسماك. لا انما عايز اطمن الناس ان احنا الحمد لله مفيش قلق، والحمد لله في رؤيه اساسيه من القياده السياسيه في الحفاظ على الاحتياط الاستراتيجي. ايوه، والنبي حد يجيب لنا فردة الشبشب ديت عشان مش ناقصه فجر ونحس بس. حق ايه؟ انا مش لاقي اكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكت. ده احنا صغيرين قوي يا سيد. لا يا ماما، احنا صغيرين، احنا كبار قوي، بس مش عارفين نشوف نفسنا. 5 بالحب.